اهلا وسهلا بيكم في قناتي الطبخ للجميع. النهارده هنعمل صوابع زينب. بس ايه يعني ايه قابل للتنمر، يعني لو عجبتكم قولوا لي، لو ما عجبتكوش قولوا لي برضو. اول حاجه احنا حطينا كوبايه سميد، كوبايتين دقيق، كوبايه نص كوبايه زيت، معلقه صغيره خميره، ذره ملح، ومعلقه سكر صغيره. دي كده ذره الملح، وكمان معلقه السكر. ونفضل ايه ومدفيين طبعا ميه. هنعجن العجينه دي كده، نفضل نزود بق ميه ببق ميه. احنا الاول يعني بنفرفتها في ايدينا كده زي الرمله بالظبط، وبعدين بنحط عليها الميه حبه حبه، يعني حبه حبه لحد ما تتشكل. ما تزوديش قوي عشان الميه ما تزيدش منك. يعني هي العجينه دي كده اخدت مني 3 ارباع كوبايه ميه دافيه. نفضل كده نفركها ما بين ايدينا بحيث تبقى عاملة زي حبات الرمل كده. هي كانت طريقتها جميلة جدا، بس انا كان عندي مشكلة، الخميرة زادت مني شوية. يعني ليه نفشت بزيادة، ف... فالخميرة زادت مني شوية. بصوا بالمنظر ده كده. وكمان احنا حاطين دلوقتي الشربات على النار. آم، حاطين كوبايتين سكر، عليهم كوبايتين مية، وكمان يعني نحط عليهم ظرف الفانيليا طبعا. بصوا كده احنا دلوقتي بنحط المية، هي بتلم معاكي على طول كده بالمنظر ده. هي كانت جميلة والله وكل حاجة، بس هي معرفش نفشت كده السبب الخميرة، هي الخميرة اللي خلتها نفشت بالطريقة دي كده بالمنظر ده. احنا بنشكلها بقى، عندك مبشرة كبيرة، عندك يعني صفاية ممكن تعملي عليها، تشكلي عليها كده. بصوا لحد ما تلم خالص وما تلزقش في ايديكي. اللهم بارك. بصوا هي كده بقت بالمنظر ده. هنسيبها بقى ايه، ترتاح 10 دقايق كده. مش هنخمر، دي ما بتخمرش، مش هنخمرها، هنغطيها بكيس ونسيبها تتخمر. دول قلنا الكوبايتين السكر، عليهم كوبايتين المية، ونص الليمونة، وايه وظرف الفانيليا، ونسيبه بقى لحد ما يعقد خالص، ونسيبه يبرد، يعني نسيب الشربات يبرد. هنبتدي بقى نشكلها بالمنظر ده، نعملها زي صوابع الكفتة كده، ونقوم منزلينها على المبشرة، من اللي هي الصغيرة مش الكبيرة، يعني مش من الناحية الصغيرة مش من الناحية الكبيرة، كده بالمنظر ده. وعملتها برضو على الشوكة عشان برضو تديكوا يعني ايه حسب ما انت عايزة. والاشكال ديت برضو عملتها في البصمة بتاعت الكحك دي كده بالشوكة. بس هي برضو ايه، يعني هي كانت احلى واحدة اللي هي في الكحك، في بصمة الكحك والمبشرة. الشوكة ما ظبطتش معايا قوي. يعني ايه احنا قلنا نجربها كده اول مرة، بس والله كان طعمها تحفة جدا ومقرمشة والشربات بتاعها كان جميل، فهي كانت حلوة يعني. واقتصادية على فكرة، مش مكلفة خالص. يعني هو كوباية سميد وكوبايتين دقيق وذرة ملح ومعلقة سكر ومعلقة خميرة صغيرة. بصوا بالمنظر ده. انا هكمل تشكيلها وبعد كده نقلبها. حطينا الزيت يغلي على النار او يسخن. ونحط الصوابع زينب كده تتقلي. انا ايه عملت ايه عشان كنت عايزاها مقرمشه شويه، حمرت شويه وجربتهم كده، وقمت محمره ايه شويه التانيين، وقمت شايلاهم، خدوا نص لون بس كده، وقمت شايلاهم بالمنظر ده. رجعتهم تاني في الزيت عشان ياخدوا ايه القرمشه، بس كنت عايزاهم مقرمشين قوي. عايزاهم طريين، اقليهم مرة واحدة. يعني ايه مش هتبقى طرية قوي، لا هتبقى برضو بتقطم وكده، بس ما شاء الله والله كانت جميلة. بس هي الفكرة بس ان الخميرة زادت سنة. بصوا كده بالمنظر ده. ما تكتريش برضو في الطاسة عشان خاطر تخلص كده. ده الشربات كان برد بقى. نحطهم كده تقلبتين تلاتة، ونشيلهم من قلب الايه، من قلب الشربات بالمنظر ده.
والله كانت جميلة جدا وحلوة وتحلية سريعة كده، وما اخدتش حاجة وما اخدتش مكونات كتير. يعني ايه، ممكن انتي كوباية السميد بس ممكن تجيبي يعني ايه تقولي عايزة مثلا ايه، السميد ده تجيبيه سايب، والدقيق برضو مش مكلفة خالص. ما شاء الله. بصوا ده منظرها كده تحفة. هفتح لكم واحدة برضو دلوقتي ايه تشوفوا قلبها عامل ازاي وشكلها عامل ازاي من جوه. بصوا مستوية ومرملة كده من السميد، تحفة ما شاء الله. يا رب الصوابع زينب تعجبكم. لو عجبتكم قولولي في الكومنتات. ما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك. واشوفكم في فيديو تاني. وما تنسوناش بقى، المشاهدات قلت جدا، والسلام عليكم.